الرؤاز او الريتيرن اون اد سبيند، ناس كتير بتشكل لهم عائق الكلمة دي. طب يعني ايه اصلا الرؤاز؟ وايه هو النسبة المقبولة من الرؤاز؟ في ناس بتقول 5، في ناس بتقول 6، في ناس بتقول اللي جاب 10 ده يبقى ما حصلش، يبقى هو كده احسن حاجة في الدنيا. ولكن الحقيقة ان الرؤاز ده المناسب انت اللي بتحدده. يعني مثال، لو انت بتحقق رؤاز 6، يعني كل جنيه اعلانات بتصرفها بتحقق 6 جنيه مبيعات. مثال، لو مثلا بندفع 1000 جنيه وجالنا 6000 جنيه، فالرؤاس بتاعنا هنقول اللي هو 6. فأصبح البيزنس لو بيكسب من ال 6000 جنيه دي 20%، اللي هو 1200 جنيه، فكده اللي هو لما صرف البادجت بتاع الإعلانات 1000 جنيه وطلع له بس في الآخر 200 جنيه، وما حسبش لسه تكاليفه وتشغيله، فبالنسبة له رؤس ده 6، ده مش كويس جدا. وفي ناس النسبة بتاعتهم بتبقى على المنتج 50% و100%، فاللي هو لو الرؤس بتاعه 6 هو كسبان 3000 جنيه، فيعتبر ان الرؤس 6 ده كويس. فانت اللي بتحدد الرؤس بتاعك كويس ولا لأ من خلال اجمالي الربح بتاعك في الاخر.